صباح ومساء الفل عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. جينا مع بعض بفيديو جديد وهنقضي يومنا كله النهارده مع بعض. بدأنا بالفيديو بفطارنا الخفيف البسيط عشان نعرف نكمل اليوم. خلصنا اكل سريع سريع ورحت جهزت لبسي عشان جولتنا ويومنا النهارده في اكتر مكان انتوا بتسألوا عنه وحابين تعرفوا عنه تفاصيل اكتر. هنروح مع بعض جولة في الوكالة. جهزت ابسط واخف لبس اقدر اتحرك فيه من غير ما اكون متقيدة. حطيت ميك اب بسيط جدا، عملت كل حاجة بسيطة في اليوم ده، مكنتش عايزة احس ان انا عاملة حاجات كتير عشان ابقى براحتي وعلى حريتي. ده بقى كان الفاينل بتاع اللبس والميك اب وكل حاجة. هنروح مع بعض بقى زي ما قلتلكوا جولة في الوكالة، هنشوف الاسعار، هنشوف فعلا في براندات ولا لأ، هنشوف خامات واشكال اللبس، مش هنسيب حاجة هتفوت مننا، وهنشوف مع بعض كل حاجة. حبايبي اللي مشتركين ومش مفعلين الجرس فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. بعد كده اتحركت بقى انا واخويا، حاولت ان انا اصور لكم كده الطريق والمكان. الوكالة ليها كذا طريق وكذا دخلة، طبعا اختاروا المكان اللي بقى اقرب ليكوا. انا حاولت كده على قد ما اقدر اخدكم الجولة معايا كلها. دخلنا الوكالة وبدأناها بقى من أولها. شايفين الأسعار؟ 45 و50 و40 و100 جنيه، وأسعار وانتي طالعة هتلاقوا كل حاجة عاوزينها، هدوم أطفال، هدوم كبار، هدوم ولاد. المحل ده اختراع ومبسوطة ان انا اكتشفته. المحل ده عبارة عن جواكت جينز، بناطيل جينز، اي حاجة جينز تيجي في دماغك هتلاقيها. جواكت البم، الفيستات الكات، كل حاجة من الأنواع دي موجودة فيه. والجواكت هناك بتبدأ من 150 جنيه. جواكت جينز وبامب وكات بتبدأ من 150. انتوا متخيلين؟ 150، 170، 180، 200 وانتي طالعة. وفي براندات، في فعلا جواكت براندات، في الاوفر سايز، الجاكيت الجينز القصير، الجينز الطويل، بناطيل الجينز الوايد ليج، السكيني، كل حاجة. في ستايلات زي اللي انا كنت ماسكاها ديت هتشوفوها معايا دلوقتي. بصراحة المحل ده ما ندمتش لحظة ان انا دخلته، وهتشوف انا جبت منه ايه. دخلت بقى الشارع دوت، لقيت بقى كمية بلطوهات، كمية جواكت اللي هي الفخمة الجوخ اللي هي الفرو، فظاع. المحل ده برضو كان اكتشاف بالنسبة لي. اسعار البلطوات فيه تجنن، وهتشوفوا برضو انا جبت منه ايه. الاسعار يا جماعة يعني فعلا حلوة جدا، واشكال البلطوات كلها الترندي والجديدة، في اشكال البنات، في اشكال الناس الكبار شوية، في جواكت ولاد، كل حاجة. في هناك جزم، في كوتشيهات، في هدوم الأطفال البيبي اللي هما بيبقوا لسه عندهم كام شهور أو سنة. فبصراحة أنا مندمتش لحظة إن أنا نزلت الوكالة. فعلا كل اللي اتقال عليها حلو جدا. مش كل اللي موجود هناك قديم ومستعمل، بالعكس في هدوم جديدة وبالتيكت بتاعها، وفي براندات. الوكالة فيها كل اللبس بكل فصوله، الصيفي والشتوي والخريفي. انزلوا ما تتأخروش، اي مبلغ معاكو بسيط جدا هيجيب لكم من هناك حاجات كتيرة قوي. روحت البيت وانا فرحانة بمشترياتي جدا وبالحاجات اللي انا جبتها. فعلا مقارنة الاسعار بالوكالة ومن اي مكان برا تستاهل التجربة. اخيرا الواحد روح البيت. عايزه اقول لكم انا لسه داخله البيت حالا. بصراحه ما كنتش قادره ان انا اصور، وكنت تعبانه جدا، وكنت مستنيه لحظه ان انا ادخل البيت دي بفارغ الصبر. بس قلت لا، يعني اتشجع كده واقوم بقى اصور لكم الحاجه عشان يبقى كله كده في نفس اليوم. طبعا انتوا عرفتوا بقى من بدايه الفيديو احنا رحنا فين، وخدتكم جوله كده سريعه صغيره قوي، لان انا بصراحه ما لفتش كتير. يعني انا الحمد لله سبحان الله، يعني هو ربنا حط لي الحاجات كده اللي انا كنت عايزاها، او الحاجات اللي هي من رزقي في وشي. بس بصراحه الوكاله عايزه لف، عايزه يعني تاخديها تبرميها كده. مش لشرط انك تشتري، تتفرجي وتاخدي فكرة عشان تعرفي تطلعي منها لقط كده. انا بصراحة انا كنت نازلة على حاجات معينة انا عايزاها، والحمد لله لقيتها. في بقى حاجات تانية برضو كانت في دماغي، بس ما لقيتش احسن حاجة ليها هناك. فقلت لا، هستنى شوية وابقى انزل تاني، وممكن ابقى الاقي حاجات يعني ان شاء الله تبقى حلوة كده. فاللفة كانت صغيرة قوي، عشان ايه يعني هي دي الاماكن اللي انا دخلتها واللي مشيت فيها. آه هنشوف مع بعض بقى الحاجات اللي انا جبتها. وزي ما قلت لكم دي حاجات انا كنت محتاجاها عشان جهازي يعني ان شاء الله. ف الاسعار مش هتصدقوا، الاسعار هتصدموا. بصوا بقى، انا كنت نازله عايزه اجيب حاجتين، اهم حاجه
جاكيت جلد وكود اللي هو البالتو. تمام. مبدئيا الجاكيت الجلد ما لقيتش هناك خالص اي حاجه عجباني، وكنت حاسه ان جاكيت الجلد اللي هناك يعني مستعمله جدا، والجلد بتاعها مهلوك كده وتعبان، ما حبيتش بصراحه. بس طبعا جبت البالتو. تمام، بس مش هبدا لكم بيه، هنبدا مع بعض بحاجه تانية. بصوا، اول حاجه هنبدا بيها مع بعض، ودي كنت بص بقى، بص اهي اهي. مهم. الحاجه دي كنت شايفاها من فتره كده على الجروبات الاونلاين وكده، ان هي نازله ترند قوي ويعني موضه، وشكلها بصراحه كان عاجبني جدا. سالت عليها على الجروبات، لقيت سعرها بقى يعني ايه، ما كانش غالي بصراحه، بس كنت واثقه انها هلاقي ارخص من كده. اللي هو بصوا بقى، الفيست ده. عارفين الفيست اللي نازل موضه اللي هو الطويل؟ بصوا بصوا الطول بتاعه، او اللي هو الطويل قوي ده، نازل موضه طويل كده، واللي هو الفيست القط يا بنات اهو. مهم. كده دي بتتعمل من عنده هناك كده، استنوا كده، تمام كده. بصوا اهو، وفي بقى الزونت بتاعه ده، دي بتبقى مقفوله من هنا كده، وده كده الزونت بتاعه، وفي بقى رباط. وفي بقى تركايه، هي دي اللي خلتني شبطت فيه وما سبتوش. بصوا بقى، في من الجنب، اخر الجنب كده خالص، السوسته دي، السوسته دي بتتفتح كده. بصوا بتتفتح كده، وبتدي بقى شكل من الجناب كده وانت لابساه. انا كل اللي انا شفتهم ما كانش فيهم الحركه اللذيذه دي، ما كنتش بشوفها خالص. وبصوا في الناحيه التانية برضو اهي. يعني بصوا يا بنات هفهمكم، بصوا هو ده كده اهو الكم بتاعه، الفتحه بتاعته في اخرها بقى، في اخرها خالص من تحت، اللي هي السوسته دي تتفتح بقى كده. استنوا بس عشان ماسكاه غلط. بصوا، يبقى شكله بقى كده. يعني ممكن تبقي مثلا لو لابسه بنطلون اللي هو اوفر سايز او واسع قوي، او الوايد ليج، او الشارلستون، ممكن تروحي فاتحه بقى السوسته دي كده، وتلبسي سيفتي او هاف بوت، او شوفي اللي انت عايزاه، تروحي مدخله البنطلون بقى من جواها كده. متخيلين الطقم؟ متخيلين الطقم؟ وفيها طبعا بقى، طبعا يعني جيبين اهو. يا بنات انا بجد حبيته قوي. ماشي، ده بقى كنت بشوفه على الجروبات، كان سعره 270 280 كده، انا بقى جبته 200. هتقولي لي فرق 70 80 جنيه مش كتير؟ لا كتير، على ان انا نزلت جبت كذا حاجه مش حاجه واحده. تمام ماشي. ده كده كان، وده لونه عارفين الكافيه، كافيه فاتح قوي 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 قوي، لونه هادي كده وحلو، فبصراحه حبيت درجته قوي، وحبيته. ماشي. تاني حاجه بقى، هما 3 حاجات. تاني حاجه انا ما لقيتش جاكيت جلد، اسكت اجيب جاكيت جينز. كنت كنت نفسي قوي وعاجبني ان انا اجيب جاكيت جينز اللي هو الاوفر سايز دوت، الكم بتاعه الاوفر سايز، ومن هنا كده كرانيش وبتاع، كرانيش من هنا كده يعني عامل، بس ما لقيتش. فلقيت بقى الامور ده. بصوا بصوا، احنا قبل ما نبدا بس، انتوا شايفين شكل الياقه بتاعته؟ الياقه بتاعته اموره قوي قوي قوي. بصوا انا لو عرفت اتصور بالحاجه دي كده واظبطها، هسيب لكم صورها. بصوا ده كده شكل الكم، برضو اوفر سايز شويه. تمام. بصوا الكم بقى عليه كده الشغل ده. ومن هنا بقى كده شغل من هنا كده، وشغل كده من على الجيوب. وبصوا بقى شكل الياقه تقفل كده، دي شكل الياقه. شايفين الياقه شكلها عامل ازاي؟ بصوا هو ده كده كله شكله. ومن تحت بقى جاي كده بالشغل ده كده، تحسوا ان هو من تحت ملهوش اسوره. ده فعلا اللي كان لقطه حرف. معاه بقى الزونت بتاعه ده اهو،
بقول لكم ايه بقى وانتوا بتتفرجوا كده، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وتعملوا لي اشتراك لو لسه حابب يتفرج عليا وما اشتركش. يشرفني ان هو ينضم في القناه وعيلتنا تكبر بيه. هتبسط جدا بوجود كل فرد جديد. ما تنسونيش يا بنات، وهستنى الراي والكلام الحلو في الكومنتات. هنكمل مع الجاكيت بقى. اهي بصوا، ده بقى الزونت بتاعه اللي فيه. يعني هو بيتقفل بيبقى كده كده. وبصوا بقى الزونت فيه ازاي. مهم. اهو بصوا، يعني ممكن تلبسيه كستايل كده اللي هو كاجوال، اللي هو بقى ممكن بنطلون مثلا شروال او ميلتون، بس طبعا على حسب ستايل كل واحده. واسع او بتحب الحاجات اللي هي المظبوطه او كده، المهم يعني. وكوتشيه بقى بيضه وطرحه كده اللي هي النظام ده. هيبقى حلو قوي. ممكن برضو ان انت تقلبيه على سكيرت سودا كده وهيكول وهاف بوت اللي هو الكوتشي. هيبقى طقم حلو جدا جدا. انا قلت لكم بقى ان هو سعره لقطه. قبل ما اقول لكم سعره، الديفو الوحيد اللي كان فيه اللي خلى سعره كده، بصوا هي دي، شايفينها؟ بصوا. وفين اصلا يعني دي اصلا من جوه من جوه الجاكيت كده، من عند الياقه هنا كده، يعني مش هتبان اصلا. ده بقى جبته ب 175 جنيه. جاكيت جينز ب 175 جنيه، على كل الحركات والتركات اللي فيه دي. مم. شكله شيك كده وبنانيتي ومتدلع قوي. بصراحه حبيته جدا. هو على فكره طويل مش قصير، يعني اللي هو حلو، اللي هو لحد بعد يعني عند الجيوب كده بتاعت البنطلون، حلو قوي. ماشي زي ما قلت لكم بقى، ده كان ب 175 جنيه. تمام. كان في اشكال كتير قوي 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 زي ما شفتوا تقريبا في الفيديو. بس انتي بقى عايزه تدوري بقى وتقلبي كده وتعملي. قبل ما اوريكم بقى البالتو، عايزه اوريكم الشنطه الاموره دي. مم. دي بصراحه انا مش مشترياها، هي جات لي هديه. اهي عجبتني قوي. انا كان نفسي اصلا ان انا اجيب واحده. بس بصراحه مش هستخدمها، انا هشيلها برضو. اهي حلوه قوي ورقيقه وبسيطه. احلى حاجه ان هي ابيض في اسود عشان تمشي على اي حاجه. يعني الشنطه دي لو طقمتيها على هاف بوت او كوتش ابيض مع الجاكيت الجينز، شوفي الطقم بقى، شوفي الطقم. ماشي. نخش بقى على افخم واشيك حاجه كده، يعني اصلا بتودي الواحد في حته تانية خالص. بصوا اللون ده مبدئيا، بصوا اللون بتاعه. على فكره الجاكيت الجينز خامته تقيله وحلو جدا، مش خفيف ومفهوش اي ديفوهات غير اللي انا وريتها لك دي. بصوا بقى، انا شايفه البالتو ده تقريبا كده يبقى عايزه استنى بقى كده، احنا نبعد ورا كده شويه. ماشي. بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى، يعني اصلا ايه، بصوا استنوا هقفل لكم الزراير واجي. اتفرجوا بقى. بصوا ده كده شكله من قدام اهو. هو هادي وبسيط، مفهوش اي اختراعات خالص. وده بقى اللي عجبني فيه واللي خلاني اجيبه بصراحه. حاولت اصور لكم وانا واقفه بس ما عرفتش اوضح اي حاجه. بصوا بقى الشغل كله في الكم. بصوا الكم عامل ازاي. الكم جاي كده من هنا زي كرمشه كده شويه، كرمشه كده شويه. وهي فكره الحزام دي وخلاص على كده. يعني بصوا اهو، بصوا فكره الكم اهو، اهو. مم. بس كده. وهو بقى طويل جدا، وطبعا في جيبين كده من هنا اهو، جيبين كده، جيب من هنا وجيب من هنا. وفكره الزراير بتاعته جايه يعني مايله شويه، مش جايه في النص بالظبط. وطويل بقى جدا، يعني انا فعلا طويل عليا قوي. يعني هي حته صغيره من رجلي كده اللي باينه. فانا عجبني قوي الستايل ده. كنت عايزه اجيب واحد برضه التاني اسود، بس طبعا اولا يعني الفلوس ما كانتش مسامحه معايا. تاني حاجه ان انا يعني قلت لا، مش هجيب الاتنين نفس الشكل ونفس الستايل. هحاول ان انا اجيب الاسود يكون اللي هو القصير شويه، ويكون فيه بقى شغل واختراعات والكلام ده. بس كده اهو. بصوا اهو. بصوا بس كده. ولونه بقى زي ما انتم شايفين. ده بقى كان سعره كام؟ بصوا بقى، لقيت برطوهات كتير كان سعرها 300، 350، 375. ما كان، بس بصراحه كشكل ما كانتش حلوه خالص. كنت حاسه ان هي اكبر من سني، صغيره عليا، يا اللي هي اللي هو يلا همشي حالي. بس دخلت بقى عند واحد كده عنده تشكيله برطوهات، جبت بقى منه ده. كان ب 550. ب
خدته 500. ما تستغلوش السعر. انتوا لو سألتوا على البالتو ده بالخامة اللي هو فيها وبالتقل اللي هو فيها في اي مكان بره مش هتلاقوها اقل من 1000 جنيه. انتوا عارفين اسعار الجواكت وخصوصا البلطوهات بقت غالية ازاي. فبصراحة انا يعني انا سعره ما خسرتش فيه خالص، خصوصا ان هو خامته فعلا فعلا تقيله. يعني بصوا خامته تقيله قوي، ومن جوه كده نفس يعني من جوه نفس البتاع، مش من جوه خفيفه. فبصراحه انا عجبني قوي ومبسوطه بالحاجه بتاعتي. قولوا لي بقى، قولوا لي رايكم بقى، الحاجه عجبتكم ولا لا؟ ايه اكتر حاجه عجبتكم؟ والاسعار شايفينها عامله ازاي؟ آم، بس كده، هي دي هتبقى نهايه الفيديو، عشان ما اطولش عليكم لان مش جايبه حاجات كتير فمش عايزه الفيديو يبقى طويل. بس انا هستنى رايكم في الكومنتات وتقولوا لي الحاجه سعرها حلو وشكلها حلو ولا لا. لو عرفت احط لكم الصور هحطها لكم زي ما قلت لكم. بس طبعا بقى ما تنسوش ان انتوا لو وصلتوا معايا لحد اخر الفيديو ان انتوا تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو لسه في حد بيتفرج عليا ومشتركش. طبعا هيشرفني جدا ان احنا عائلتنا تكبر بيكم، انتوا تنضموا لينا. آه، اشوفكم على خير في فيديو جديد. اهم حاجه متنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل كده لاكبر عدد. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع مشتريات جديده. باي باي.